لو حد بيهددني بصور او فيديوهات او مركب وشي على احد الفيديوهات المخلة بالاداب، وانا عارف الشخص ده اللي عمل كده وبعت لي تهديدات وبعت لي حاجات وانا عارف عنوان الشخص ده، ازاي تقدر تاخد حكم في اسرع وقت على الشخص ده؟ بكل بساطة هنعمل جنحة مباشرة على الشخص ده بموجب عريضة طبعا بيعملها محامي، وبعد كده بنكتب فيها تفاصيل الواقعة اللي حصلت بالظبط، وبعد كده بنكتب عنوانه، وبعد كده بناخد العريضة دي وبنروح بيها النيابة وبناخد تأشيرة من النيابة وناخد تأشيرة من الاسم، وبعد كده بيتم إعلان الشخص ده، ونفس اليوم اللي بتتعمل فيه الجنحة المباشرة بيتحدد ليه جلسة. طبعا الجنحة المباشرة زي ما قلت لحضراتكم بتتضمن تفاصيل الواقعة وإنزال العقوبة على الشخص المتهم اللي هو بيعمل الحاجات دي، وكمان تعويض مدني مؤقت بيحطه المحامي علشان كتعويض مبدئي لحين الفصل في الدعوة. الجنحة المباشرة يمكن اللي مختلف فيها عن الجنحة غير المباشرة اللي هي بتعمل المحضر في الاسم، ان الشخص في حالة استئناف الحكم ما بيحضرش بشخصه، ولكن ده ما يخليش المحكمة انها ما تقدرش ما تستدعيهوش. يعني لو المحكمة عايزة تستدعيه في الاستئناف هتستدعيه، ولكن في المجمل في الجنحة المباشرة ممكن يحضر عنه شخص وكيل غير المتهم في القضية. فبالتالي الجنحة المباشرة هي طريق سريع لان انت تاخد حقك من الشخص ده في حالة انها كونها جنحة مش جناية. فولو ولايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.